الطريقة دي انا معتمداها على طول، بخزنها من السنة للسنة وبتبقى جميلة. لقيت النهاردة الملوخية خضرة وجميلة ومورورة كده زي ما انتوا شايفين، قلت بس فرصة يا جماعة ان انا اكمل بقى تخزين الملوخية بتاعتي. عايزة اقول لكم ان انا مخزنة قد دي مرتين تلاتة، لان احنا بنعشق الملوخية، وخصوصا لما تكون متخزنة بالطريقة المظبوطة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا جبت حوالي معايا كده 4 حزم من الملوخية وقرطفتهم زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ان الملوخية كانت مورورة كده، وكان شكلها عارفين انتوا يشجع الواحد ان هو يخزن. تمام، اخدت انا العيدان اللي قدام ديت وسبت انا العيدان الرفيعة دي مش عايزاها. تمام، عايزة اقول لكم جربت المصفى اللي تحط فيها العود بتاع الملوخية كده وتشديها. عايزة اقول لكم اختراع فاشل جدا جدا جدا. بصوا، طلعتولي زي ما هو يا جماعه والله العظيم. بصوا في شنكه، حاجه في شنكه خالص خالص خالص. مفيش بصوا مفيش احسن من الايدين، سريعه جدا جدا. تقولي لي مصفى، هتقولي عارفه بقيت بصعوبه عشان ادخلها واجي اطلعها الاقيها الاقيها زي ما هي. مفيش الا بعد عود كده كان رفيع كانت بتطلعهولي. ولا اللي هي العيدان التخينه ما كانتش بتطلعها خالص. فعايزه اقول لكم ان اختراع فاشل 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 يعني. عايزه اقول لكم ان انا بخزن الملوخيه بالطريقه دي من سنين يا جماعه، وبتبقى خضرة معايا وجميله جدا جدا، ولا بتسود مني ولا اي حاجه خالص. اول حاجه انا بجيب الملوخيه بتاعتي بقرطفها زي ما انتم شايفين كده، سواء بقى هتقرطفها بايدي هتقرطفها بمصفى زي ما تحب. تمام، زي ما يجي هواكي. تمام، انا هنا قرطفت الكميه بتاعتي وغسلتها كويس قوي بالخل. غسلتها بالخل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وبعد كده سبتها في المصفى لحد ما تصفي الميه بتاعتها، وجبتها على صينيه بقى كبيره كده، وحطيت تحتها طرحه عشان تشرب الميه بتاعتها وتنشف معايا بسهوله. وبعد كده طبعا غطيتها بالطرحه، حطيتها الطرحه من فوق ومن تحت، وغطيتها وسبتها طبعا في البلكونه في الشمس بتاعتي تنشف، عشان طبعا مفيش بيبقى فيه عفره وفيه دبان وفيه الكلام ده كله. حاولي ان انت تغطيها عشان تضمني ان مفيش اي حاجه وحشه تيجي على. تمام، انا هنا حطيت الكميه بتاعتي كانت ما شاء الله كبيره يعني وكده، الكميه كانت كتيره صلاه النبي يعني وكده. فكنت بقى فسبتها وقت كبير عشان تنشف كويس وما بقاش فيها ميه وكده معايا. تمام، وغطيتها عشان زي ما بقول لكم الدبان العفره التراب اي حاجه تيجي عليها فتبقى التغطيه بتاعتها مضمونه. تمام، وكمان القماشه هتخليها كمان تنشف الميه بتاعتها بسرعه، يعني هتحاول ان هي تنشف الميه بتاعتها بسرعه وكده. تمام، غير لما تبقى في الشمس خالص من نار الشمس كده هتخليها تدبل وتبقى سودة معايا، مش هتبقى خضرة وجميلة وهي بتستوي. تمام، بعد كده بقى جبتها زي ما انتوا هتشوفوا كده برضو. خلاص كده كانت بدأت ان هي نشفت كمان معايا وبقت حلوة زي ما انتوا شايفين كده. وخرطتها بقى بالمخرطة الجميلة بتاعتي. ممكن تخرطيها لو انت مثلا بتتعبي من المخرطة، ممكن تخرطيها نص، ممكن تفرميها نص فرمة في الكبة، مش تفرميها فرمة كاملة هتبقى ناعمة خالص منك زي العصير. ممكن في الكبة تفرميها نص فرمة وتكملي بالمخرطة تبقى حلوة قوي قوي معاكي. بس عايزة اقول لكم ان انا بعشق الملوخية المتخرطة، بحبها جدا جدا جدا. يعني ملوخيه من غير مخرطه احس ان انا ما باكلش ملوخيه. هتقولوا لي ايه ده؟ هقول لكم دي شوربه انا مخزناها في الفريزر متلجاها جدا جدا جدا. تمام، زي ما شايفين دي حته تلج بحطها على الملوخيه بتاعتي، ما بضيفش اي حاجه خالص. وبعد كده بدعك الملوخيه في التلج كده عشان يتشرب منها، وبعباها في اكياس. ولما باجي اسويها بعمل حساب ان في شوربه، بقلل الشوربه اللي انا هحطها فيها تاني. لما اجي اسويها بعمل حساب ان في شوربه تانية عليها. عايزه اقول لكم بتبقى اللون بتاعها اخضر وجميل ومعتمده والله العظيم. بفضل بعمل فيها، والملوخيه التانية بتبقى كده بتبقى نزلت، وبعمل في دي عشان ببقى مستخسره ان انا ارميها. بتبقى حلوه، بتبقى خضره وبتبقى جميله معاكي، ما تحسيش ان هي متخزنه خالص. جربي الطريقه دي، جربي الطريقه دي هتعتمديها وهتدعي لي من قلبك دعوه حلوه لما تجربي الطريقه بتاعتي. بجد يا جماعه بقالي كام سنه بعملها بالطريقه دي بتطلع حلوه قوي معايا. كنت بعملها الاول بيكربونات الصوديوم كانت بتبقى سودة معايا. وكان في ناس بتعملها بميه متلجه. لا جربي الشوربه، خصوصا لما يكون عندك شويه شوربه حلوين كده وزياده. لا ما ترموهمش، حطوهم في الفريزر، خزنوهم في الفريزر وهتعملي بيهم ملوخيه، تخزني بيهم ملوخيه جميله جدا جدا. والملوخيه كلها فايده يا جماعه، كلها حديد. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو عجبكم الفيديو دعوه حلوه من قلبكم، ويلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.